محشي بتنجان ومحشي كرنب وملوخيه ولحمه بيتي، واول مره هجرب الاكل البيتي بره بيتي، فروحت المطعم شكري اند ايمي اللي موجود في بنها بالتحديد في الفلل. لو انتم جايين من ناحيه كورنيش الفلل فهيكون المطعم في تاني شارع بعد الملك فاروق على اليمين، انما لو جايين من ناحيه شارع كوبري الفحص فهيكون اخر الشارع اللي جنب مخبز الرفاعي وماركت مكه في اخر الشارع على الشمال. وصلت ودخلت لقيت المطعم زي ما انتم شايفين كده نفس تصميم بيوتنا، الركن الاول على شكل صاله الضيوف، والركن الثاني على شكل قعده عربي او قعده بدوي زي ما بتسموها. بالنسبه لي اسمها قعده الراحه والرحرحه، زي ما عمرو كده قاعد ومرحرح وواخد راحته. بالمناسبه اسم المطعم شكري اند ايمي ده راجع لاسماء اصحاب المطعم، وهم زوجين مصريين مكافحين قرروا يفتحوا مطعم ويساعدوا بعض انهم يطلعوا ابداعاتهم في الاكل البيتي وينجحوا بفكره المطعم. ندخل بقى على الاكل ونشوف الكلام على ايه. اول حاجه طلبنا محشي بتنجان ومحشي فلفل وطبق لحمه مشكل كبير ومثير ويجري الريق كتير، كان في قطع لحمه بلدي مشكله وعكاوي وشكله كده هيقول حكاوي وريحته تفتح النفس، ومحشي كرنب وملوخيه وسلطه خضار. المحشي والملوخيه واللحمه اكتر اكله مصريه مشهوره تقريبا، واكتر حاجه هنقدر نعرف منها هل طعم الاكل هنا بيتي ولا زي اي مطعم عادي. عمرو اول لما شاف الاكل قال لي انا حاسس ان انا قاعد في بيتنا يا سندباد. قلت له تمام يا عمرو مش هتفرق معاك، المهم تاكل وتستمتع بالتجربه. دخل على اول حاجه محشي البتنجان وخد صابع بروقان وبسم الله هيدوق، ولما داق عجبه وقال لي بص الرز مفلفل ازاي، رز مفلفل زي ما الكتاب بيقول، واداله لايك وشقط باقي صابع المحشي على طول وكان مبسوط وباين عليه المفعول. وبعدين دخل على محشي الفلفل وخد فلفلايه علشان يعمل معاه حكايه وقال لي اودي، قلت له ودي. ولما داق الفلفل عجبه اكتر وقال لي الفلفل حلو قوي، وده حبي علشان هو في الاساس بيحب محشي الفلفل اكتر من البتنجان. وشقط باقي الفلفلايه واداها 2 لايك. وهيخش بعد كده على الطبق العملاق طبق اللحمه، ومسك اول حته لحمه وكانت ملبسه شويه وقال لي انا عاشق للدهننه. تسويه اللحمه هنا مسلوقه ومتحمره في السمنه البلدي، اللحمه شكلها دايب خالص ومستويه كويس. عمرو زلط اول حته علشان يدوقها، ولما داق على مرتين قال لي اللحمه دايبه دوب وتخش جوه القلوب. ممكن ادخلها جوه القلوب تاني يا سندباد بس بالعيش يا عمرو لو سمحت. وخد لقمه وفصص فيها حته اللحمه وعلى بقه من غير رحمه وعجبته واداها 2 لايك. ايه يا عمرو شوقتني، عاوزين نسمي وندوق علشان الكلام يروق. ريحه الاكل زي الاكل البيتي بالظبط. دخلت برضو الاول على محشي البتنجان واخدت صابع ودقته، وفعلا طعمه طلع زي البيتي بالظبط. البتنجان مستوي والرز كمان مستوي ومفلفل وطعمه حلو وتتبيلته قويه. ونخش على اللي بعده. انا كمان بحب الفلفل اكتر من البتنجان زي عمرو واكلت منه كتير، بس بصراحه البتنجان عجبني اكتر، تقريبا بتكون حسب المزاج وقتها بالنسبه لي. بخش بقى على الملوخيه علشان شكلها بيتي خالص، هعمل لقمه ودن قطه واخش على الملوخيه. شكلها باين قوي انها شغل بيتي، عرقها خفيف شويه زي ملوخيه البيت بس الطعم 100 100. ولما دقت قلت لعمرو انا حاسس ان انا قاعد في بيتكم، وشربت منها بالمعلقه. وقلت لعمرو عارف دي لو في طبق كنت شلتها وشربتها كده على طول. يلا نخش على اللي بعده. طبق اللحمه المشكل، اخدت الاول حته عكاوي علشان انا بحبها اولا، ثانيا علشان اشوف تسويتها وطعمها. كانت سهله خالص في تقطيعها ودايبه ومستويه كويس قوي وعجبتني جدا. واحلى حاجه فيها طعم اللحمه صافي بقى ما فيهوش توابل ولا اي حاجه، وكانت عجباني قوي واكلت منها كتير واديتها لايكات كتير. اخدت حته لحمه في لقمه من الرغيف وحطيت عليها شويه ملح وفلفل علشان استمتع بطعم اللحمه البيتي الاصلي. مجرد ان اللحمه استوت بالسليق مع توابل السليق الخاصه بيهم وكملت باقي السوا تشويح مع السمنه البلدي خلت طعمها جامد جدا. عمرو شافني سرحت وبيقول لي سندباد ما بتتكلمش ليه؟ قلت له انا بامانه دايب، انا حاسس اني معزوم في عزومه في بيت حد من صحابي او قرايبي واهلي، كل حاجه جامده قوي قوي. وهزحلق الكلام بشويه سلطه خضار، وحتى شكل سلطه الخضار مش معقد وبسيط، شكله زي سلطه البيت، شويه الطماطم مع الخيار والخضره وتتبيلتها وملحها مظبوطين. اجي بقى لاخر حاجه حبيب قلبي وقلوب المصريين، محشي الكرنب اللي اساسي كل اسبوع في بيت كل مصري تقريبا. وانا بالنسبه لي محشي الكرنب لما بيكون مظبوط في تسويته وتتبيله الرز فيه وخفيف كده باكل منه كتير. وبصراحه هنا كان طعمه حلو وتتبيله الرز بتاعته كانت جامده قوي قوي. عمرو تقريبا مش كيف محشي كرنب فاكلت نصيبه ونصيبي. ولايكات كتير بقى المحشي الكرنب اللي عجبني اكتر من البتنجان والفلفل. وعلشان انا اللي كنت مرشح المطعم ده لعمرو بعد ما خلصنا، عمرو قال لي اكل جميل قوي يا سندباد ونفسي بقى احلي. قلت له عينيا بس نحبس بشاي الاول يا عمرو، علشان اكله بيتي زي دي لازم لها شويه شاي بنعناع بيتي كمان لزوم الروقان. عمرو خلص الشاي وقال لي سندباد انا خلصت الشاي، في حاجه تاني ولا نقوم نروح؟ نروح ايه يا عمرو لسه هنحلي بفاكهه كمان، مش بقول لك احنا قاعدين في بيتنا. طلبت طبق فاكهه عنب وبلح ومانجا، وكان بصراحه حلو جدا والفاكهه فريش خالص وطعمها مسكر. وفي النهايه حابب اقول لكم ان تجربه الاكل في مطعم شكري اند ايمي الحمد لله كانت حلوه قوي. هقول لكم بسرعه كده ملخص التجربه. مطعم شكري اند ايمي في بنها بيعمل اكل بيتي حلو جدا، كل حاجه عجبتني الصراحه. بيعملوا اصناف الاكل البيتي كلها تقريبا، المحاشي واللحوم والفراخ والحمام والصواني زي ما تحبوا. المطعم معتمد اكتر على الدليفري والتيك اواي. لو عندكم عزومه وحابين تريحوا نفسكم وتطلبوا اكل جاهز
جاهز للضيوف زي اكل البيت بالظبط، وطعمه كمان حلو جدا ويشرفكم قدام ضيوفكم، او لو حتى الضيوف معاكم وحابين تضيفوهم في المطعم هيكون مكان مناسب وحلو برضه. ولو انتم بره البيت في خروجه وطلبت معاكم اكل بيتي ونضيف وعاوزين مكان مضمون وحلو، فممكن تجربوا الاكل في مطعم شكري اند ايمي. بخصوص الاسعار فبتكون حسب حاجتين، بناء على سعر السوق، لان ده اكل بيتي وانتم عارفين ان السوق كل يوم بسعر، خصوصا اللحمه. ممكن تطلبوا بعدد الافراد او بسعر الكيلو، ويفضل بعدد الافراد هيكون اوفر واريح لكم. ممكن تتصلوا عليهم وتسالوا عن الاسعار اليوم بيوم وايه الانسب لكم في الطلب، بالكيلو ولا بالعدد. وهسيب لكم كمان لينك الجروب بتاع المطعم وارقام التواصل في التعليقات. وفي النهايه اللي جرب الاكل من مطعم شكري اند ايمي يقول لنا رايه في تعليقات، واللي لسه ما جربش وناوي يجرب لما يجرب يقول لنا رايه برده في تعليقات. واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.